هلو هلو، كل سنة وانتم طيبين. وفول السحور يا جماعة، السحور لازم يكون عليه الأساسي الفول بتاعنا. شايفين الفول بتاعي والمية بتاعته تقيلة ازاي؟ تعال اقول لكم السر بقى اللي انا عاملاه في الفول عشان يطلع بالجمال والحلاوة دي. هنيجي هنا معايا نص كيلو فول من فول تدميس، او الكمية اللي انت محتاجاها. ممكن تعملي كيلو كمان. انا بعمله لو جايبة كمية كبيرة بعملها في حلة، ما بعملهوش في القدرة اللي احنا بنعملها فيها دي. خلاص بنقعه قبلها بيوم، قبلها بليلة كده. لو انت هتعملي مثلا بكرة، من النهاردة بالليل كده تنقعيه. خلاص. اغسله بقى غسلة كويسة جدا جدا جدا، واحطه على النار بقى بمية نظيفة. وهعمل بقى ايه؟ هحط عليه معلقتين عدس ومعلقتين رز غسلهم كويس، وطماطمايه، فص ثوم، قرن فلفل، ليمونية بعصرها وبسيبها زي ما هي في قلب المية. خلاص. ومعلقة زعفران، دي اللي بتخلي بقى لون الفول زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. خلاص. هقلب الكلام ده كله كويس، واول ما يغلي غلوتين على النار هقفل بقى عليه النار، وهحط على اللي هو السخان بتاع الفول. خلاص. ما عندكيش السخان ده اللي انت هتشوفيه دلوقتي، حطيه على نار هادية خالص خالص، وحط الشياط، هو ده سخان الفول. خلاص. بس يستحسن السخان بيطلع مستوي كده وحلو. وسيبيه بقى لمدة 5 6 ساعات، وما تفتحيش عليه خالص علشان ما يسمرش. هنيجي بقى الخلطة اللي انا قلتلك عليها السرية هنا: معلقتين نشا، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم، عصرتين ليمون. وهدوب الكلام ده كله في شوية مية. خلاص. وقبل ما الفول ما يخلص بنص ساعة، يعني خلاص حسيتين ان استوى كده، قبلها بنص ساعة هحط عليه الخلطة دي، وهقفل عليه اسيبه نص ساعة كمان. وبعد كده خلاص هتاكلي احلى فول. طب الخلطة دي بتعمل ايه؟ دي فيها نشا بتتقل المية بتاعت الفول. زي ما انتوا شفتوا كده في الاول خالص، المية بتاعته تقيلة جدا، عاملة زي بتاعت الراجل. خلاص. وطبعا البابريكا والكركم بيديله لون كده وبيديله طعم حلو. خلاص. هو الفول خلص معانا. الحباية ما شاء الله فاتحة وحلوة جدا، ده بسبب النقع اللي انا نقعته للفول. اهو تمام. اهو غرفوا بقى معاكم، ريحته فظيعة. انا كنت عاملة كميتين، كمية الحلة الاولانية ودي الحلة التانية. حاطة حاجة هنا على السخان، والواحدة التانية حطها على البوتاجاز. بحط الشياطة بتاعة الرز، بوطي عليها خالص وما تفتحيش زي ما قلتلك عليه خالص. اهو اتهرس بكل بساطة. عايزة تديله ضربة بالهاند بلندر كده برضو بيبقى مهروس قوي، حلو قوي. اعمليه بقى بطحينة وليمون، اعمليه بزبدة، اعمليه بسجق، اعمليه بقشطة. الفول ليه 100 ألف طريقة، وان شاء الله هنعمل منهم كذا طريقة مع بعض بإذن الله للسحور. جربي طريقتي دي للفول، وبجد بجد هتدعيلي. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم ان شاء الله. باي باي.